4 مصريين ولعوا في نفسهم من الذل ومن الجوع ومن الفقر ومن البهدلة اللي شايفينها بقالهم 30 سنة. 4 من المصريين ولعوا في نفسهم، قالوا يمكن يحصل زي اللي حصل في تونس، يمكن نبقى بلد حرة، بلد فيها عدل، بلد فيها كرامة، بلد الإنسان فيها إنسان بجد، مش عايش كحيوان. النهاردة واحد منهم مات وأعلنوا موته، لقيت كل الناس واقفة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مات كافر، ده مات عايز شهرة. يا جماعة حرام عليكم. أنا نزلت وكتبت إن أنا بنت وهنزل ميدان التحرير وهقف لوحدي وهرفع يافطة يمكن الناس تحس، وكتبت رقم يمكن الناس تنزل. محدش نزل إلا 3 شباب، محدش نزل إلا 3 شباب و3 عربيات أمن مركزي، وكان الباقي جاي في السكة، وعشرات من البلطجية وظباط، وكانوا جايين بمنتهى الرعب. فضلوا يتكلموا معانا، بعدونا عن الناس يمكن بقسوة شوية، بس أول لما انفردوا بينا قعدوا يقولوا لنا حرام عليكم، كفاية، احنا منكم، احنا من الشعب. الناس اللي ماتوا دول عندهم حالة نفسية، حالة نفسية، حرام بقى، كفاية اللي بيحصل ده، كفاية. كل الجرايد وكل حاجه تبع الحكومه، اي حد بيموت من البهدله والقرف اللي احنا عايشين فيه يتقال ان هو مات كده علشان عنده اختلال ولا مشكله نفسيه. مشكله نفسيه يروح عند مجلس الشعب. انا بس بصور لكم فيديو عشان اقول لكم رساله واحده، عايزين ننزل يوم 25. لو لسه عندنا كرامه ولسه عايزين نعيش كإنسان وكبني ادمين في البلد دي، لازم ننزل يوم 25. هننزل نطالب بحقنا كبني ادمين، مش هقول لكم حقنا كسياسيين ولا عايزين ولا مجلس شعب ولا رئيس ولا اي زفت من الكلام ده كله. عايزين حقنا، مش عايزين اي حاجه تانية. الحكومه دي كلها بقت بايظه، رئيس فاسد والدنيا بايظه وامن دوله بايظ. الناس دي خافوا ما خافوش من الموت وخافوا من امن الدوله، خافوا من الفساد. تخيلوا انتوا برضه انتوا كده هتموتوا نفسكم ولا انتوا مش درانين؟ انا هنزل يوم 25، من دلوقتي لحد 25 هنزل اوزع بيان على كل واحد في الشارع، ومش هولع في نفسي. لو الحكومه عايزه تولع فيا تيجي تولع، وكل واحد في البلد دي شايف نفسه راجل يبقى ينزل. لو كل واحد في البلد دي بيقول البنات اللي بتنزل مظاهره بتتبهدل وما يصحش ان هي تنزل وحرام، يخلي عنده نخوه ورجوله وينزل يوم 25. كل واحد بيقول العدد هيبقى نازل قليل ومفيش حاجه هتحصل، عايزه اقول له انت السبب في اللي احنا فيه. ايوه انت السبب، وانت مدان زيك زي الريس، زي اي فاسد، زي اي ضابط بيضربنا وبيبهدلنا. انت السبب. نزولك معانا هيفرق، ومش بيفرق حاجه بسيطه، لا بيفرق كتير. كلامك مع جيرانك ومع صحابك ومع زمايلك ومع اهلك، وانك تشجعهم ان هم ينزلوا، حتى لو هتنزلوا في منطقه مش في ميدان التحرير ولا قدام اللازغلي ولا في اي حته، بس تنزلوا تسجلوا موقف وتقولوا احنا بني ادمين، ده بيفرق. قعدك في بيتك بتتفرج او بتشوف على الفيسبوك وبتتابع الاخبار، ده بيبهدلنا احنا، بيبهدلنا انا. لو انت عندك كرامه وانت انسان وراجل في البلد دي، يبقى تنزل تحميني وتحمي اي بنت نازله. لو فضلت قاعد في البيت تبقى تستحق كل اللي بيجرالك، ومش انت لوحدك. انت هتبقى مدان، انت هتبقى مسؤول، وانت اللي عليك ذنب كبير قوي، ذنب البلد دي وذنب كل واحد عايش فيها. انت هتبقى شايل مسؤوليه كل واحد نزل الشارع عشان يطالب بحقه وانت قاعد في بيتك. انزل البيت، ابعت مسجات لاصحابك، اكتب على النت في كل حته، وعي. انت عارف الدايره بتاعتك، عمارتك لوحدها واصحابك وقرايبك، بس قول لهم انزل معايا. نزلهم 5 ولا 10، لو كل واحد فينا نزل 5 و10 ونزل بيهم لميدان التحرير او ميدان اللازغلي او في اي حته عشوائيه حتى، ويتكلم الناس ويقول لهم بقى كفايه، بدل ما نولع في نفسنا تعالوا نتكلم ونسجل موقف، ده هيفرق وهيفرق كتير قوي. اوعى تقول مفيش امل. طول ما انت بتقول مفيش امل هيبقى مفيش امل، طول ما انت بتنزل وبتسجل موقف هيبقى فيه امل. اوعى تخاف من الحكومه، خاف من ربنا. ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بنفس حتى بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ليه؟ مش علشان ان انت تبقى كويس وقاعد في حالك وماشي جنب الحيطه، الحيطه هتقع عليك وهتقع علينا كلنا. انزل وطالب بحقك وبحقي وبحق اهلك وبحقنا كلنا. انا نازله يوم 25 وهقول للفساد لا والنظام لا.